لو اتعزمتي وعليكي الدور تعزمي يبقى الفيديو ده ليكي. هنعمل مع بعض وصفتين ينفعوا في اي عزومه. هنعمل الصينيتين دول بنص كيلو لحمه بس ومش هتكلفك كتير. هنعمل صينيه البطاطس بطريقه حلوه جدا المحشيه لحمه. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا شير ولايك للقناه. وهنعمل كمان صينيه الجلاش بطريقه حلوه جدا، كينج العزومات على اي سفره في رمضان كمان في المناسبات، وبيخليني اسيب اي حاجه على السفره وادوب من حلاوته. صينيه الجلاش باللحمه بتشرفك في اي عزومه، ولازم لما نعزم حد او بنحب نقول عايزين ناكل اي حاجه غريبه كده او اي حاجه تانية اضافيه، بنقول صينيه جلاش سواء رولات او سواء قطع. فهنبتدي بتعصيج اللحمه. تعصيج اللحمه لاي نوع، اي اكل لحمه معصجه تبقى نفس الخطوات ونفس الطريقه ونفس كل حاجه. مادة دهنية زيت أو سمنة، وبتحطي فيها اللحمة نص كيلو كيلو زي ما يكون موجود عندك أو زي ما تحبي. بصلة متقطعة صغير وتقلبيها تقليبتين كده. معلقة من هريسة الشطة وقرن فلفل حراق أو بارد حسب ما بتحبي، حراق أو بارد. وبتتبليهم كده مع بعض لغاية ما يتبلوا. بعد كده بتضيفي لهم البهارات أي نوع بهارات عندك وبس. ده أي تعصيج لحمة بنعملها بالطريقة دي، مفيش أسهل من كده. تغطي عليها النار بس البصل يدبل وكده. بتضيفي لها بقى الفلفل، هريسة الشطة، معلقه من الصلصه. لو مش عندك معلقه من الصلصه حبايه طماطم او حبايتين وشويه البهارات، وبيطلع معاكي احلى لحمه معصجه. هي دي اللحمه المعصجه بنعصجها دايما على طول، سواء للحمه سواء للجلاش سواء للبطاطس سواء لاي حاجه. هي نفس الخطوات بالظبط. هنا بنقلبها مع الصلصه كده، وبتضيفي لها بقى معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الملح كله صغير، معلقه من السبع بهارات، معلقه من الكمون. لو في شويه شطه حمراء مش عايزه، بابريكا بديل ليها برضو اللي هي البابريكا البارده. وبيطلع معاكي بقى تحفه. ورقه من اللورة كده لو عندك بتديها طعم ونكهه حلوه خالص. وبتقلبي وتغطي عليها شويه لغايه ما بتستوي اللحمه وبتطلع معاكي زي الفل. بتغير لونها كده. عايزه تستغني عن معلقه الصلصه برضو زي ما تحبي. طاسه على النار. انا هنا في خطوه اتقدمت وكده، بس انا هنا هنعمل خطوه البطاطس كده. احنا كده عصجنا اللحمه سواء للجلاش سواء للبطاطس. بعد كده بتقوري البطاطس بمقوار كده. حبه تقسمها بالنص لو كبيره، حبه لو هي صغيره بتقورها زي اي تقوير عادي وكده. تحطيها بتغسلها كويس وتحطها في الزيت. بتاخد الناحيه دي دقيقتين والناحيه دي دقيقتين. تطلع معاكي عشان بتديكي طراوه وبتديكي طعم برضو، اللي هي لازم خطوه التحمير دي. هنا انا بقول لك ان قورتها وكده، فاحنا كلنا بنعرف التقوير فمش لازم اجيب لك خطوه التقوير وكده. انا بقول لك ان انت شكلها كده تقدري تشيلي حته من تحت عشان تعرف تقعد في الصينيه اللي انت هتحشيها فيها وكده. وبعد كده بتحطيها في خطوه اللي هي الطاسه دي فيها شويه زيت، وبتقلبي هنا شويه وهنا شويه، يعني دقيقه هنا ودقيقه هنا. الخطوه دي ليه بقى؟ عشان خاطر بتدي البطاطس طراوه، بتديها بصي بتغير في طعمها شويه، مش بيبقى فيها اللي هي ايه الجخرة بتاعت البطاطس او كده. فهي لازم تدخل الزيت وكده. بتديها برضو اعتبريها بتاخد لها مثلا تلت السوا مثلا او حاجة زي كده. وبتغير في لونها برضو، بتطلع معاكي حلوة خالص وتحفة جدا. هتبداي بقى تطلعها. بس هنا انا في الخطوه دي متقدمه عن خطوه التقوير وكده، بس انا مش هجيبهولك لان كلنا شاطرين وكلنا بنعرف نعمل البطاطس ونقورها وكده. تقدري تقوريها مش لازم مقوار، تقدري بمعلقه صغيره وتنضفيها من اللي في النص كده وبيطلع معاكي بكل سهوله. انا دايما بجيب البطاطس الصغيره عشان خاطر ان هي ايه تكون سهله في التقوير وكده، ومش لازم اقسمها وكده يعني عادي. لو بطاطسيه كبيره وحابه تقسميها برضو براحتك عادي. هنا بقى جبتها وبتبداي تحشيها بقى. هنا بقى اللي طلع من التقوير وكده. تقدري على فكره شويه معلقه من الزيت ولا حاجه وتغطي عليها وتعمليها بطاطس اللي هي المكموره. تقدري تعمليها فرشه للبطاطس. برضو بتطلع معاكي تحفه. وتغمسيها كده بالعيش او بالرز بتكون معاكي تحفه جدا. انا هنا عملتها فرشه. ولو انت مش هتعرفي تقعدي البطاطس في الصينيه تقدري تشيلي منها حته من تحت كده عشان تقدري يعني تكون معاكي تقعد عادي. بس احنا هنا هنحط البطاطس جنب بعضها كده وكلها هتلف مع بعضها كده وهتطلع معاكي تحفه. احلى صينيه بطاطس ممكن تعمليها. شويه رز جنبها كده وتبقى حلوه خالص. او لو عندك عزومه ولا حاجه صنف موجود على السفره بتاعتك وتكون قيمه وبتكون حلوه خالص في العزومات وكده، وبالذات لو احنا في رمضان. هتبداي بقى تحشي الكميه وشوية شوربة كده عندك، وتحطي عليهم معلقة ولا معلقتين من الصلصة اللي بتديها حمر وحلاوة كده. تسقيها لنصها كده وتغطي عليها بورقة سلوفان وتدخليها على الرف في النص. وبعد كده بتفتحي عليها الشواية. تقدري تضيفي لها بقى شوية جبنة موزاريلا. مش عايزة جبنة الجبنة برضو عادي. تقدري تكتفي بالشوربة اللي فيها صلصة دي وبس. تطلع معاكي حمرا وبتطلع معاكي تحفة جدا. انا هنا بحشي معاكي الكمية هحشيها كلها.
بس هتبدأي بمعلقة صغيرة كده ولا حاجة، وتبدأي تحشي البطاطس. على فكرة تقدري تزودي كمان في اللحمة المفرومة ده يعني جزر، بشر جزر كمان بتطلع معاكي تحفة جدا. تقدري عامة برضو تضيفي لها جبنة، جزر، فلفل رومي، اي بصي اي حاجة تقدري تضيفيها فيها. هنا زي ما بقولك، وهنا شوية شوربة بقى كده في حلة، وعليهم معلقتين 3 صلصة، بتتغيري لون الشوربة كده بتطلع معاكي حمرا، وتزوديها او على وش البطاطس كده صلصة بتطلع معاكي تحفة جدا. عامة البطاطس دي على رز بشعرية، على رز أبيض، تغمسيها بعيش، مش لازم تعملي بطاطس مطبوخة مثلا أو فاصوليا أو أي حاجة، أكنها برضو بتغني عن عن اللي هو الطبيخ، اللي هو مثلا الخضروات، البسلة، الحاجات دي بتطلع معاكي صنف جميل جدا. هنا أنا بوريكي إن الصلصة هنا وحطها في الشوربة، وهبدأ أسقيها لنصها بس، مش هي عامة هي مستوية، حطيناها شوية في الزيت ومتقورة، يعني هي حاجة بسيطة، واللحمة المفرومة مستوية، فهي مش محتاجة أي سوا ولا أي حاجة خالص. بنشغل عليها شواية آخر دقيقتين 3، بس هتغطيها بورق سلوفان كده وتشغلي على النار، تاخد مثلا تلت ساعة لما الشوربة دي تنشف، بعد كده بتكشفي عليها الورق السلوفان وبتاخد وش من فوق. الجبنة الموزاريلا لو هتحطي عليها جبنة سيبيها لآخر دقيقة، عشان الجبنة ما بتاخدش أي وقت. هنا زي ما انت شايفة كده بتحطي الجبنة وبتطلع معاكي تحفة جدا. زي ما انت شايفه كده معانا حطينا الجبنه عليها وشغلنا عليها الشوايه، وبتطلع معاكي كده بالحلاوه دي. تقدري تستغني عن خطوه الجبنه زي ما تحبي. هنا انا بوريك ان هي دايبه دوب. بصي هي سخنه، هي بصراحه كانت سخنه جدا وانا مستعجله ووقت الفطار وكده، فهي حبيت ان انا اوريها لك وكده دايبه دوب. شويه رز بقى، شويه عيش كده، سلطه، تاكلها مع محاشي، ممبار، اي حاجه من الحاجات دي بتطلع معاكي تحفه جدا. بصي هي زي التسالي كده بالظبط، دايبه دوب. لحمه مستويه والبطاطس مستويه دايبه دوب. بس وبتطلع معاكي كده حلوه، رشه كزبره او بقدونس كده عندك بتديها المنظر ده، وتبداي بقى تاكلي بقى على رز بقى، عيش، اي حاجه هتطلع معاكي تحفه وبالجمال ده، ومستويه ودايبه دوب بتدوب في البق كده. بصي انا اسيب اي حاجه على السفره وابتدي اكل البطاطس دي. بس وكمان هي بتشرفك كمان لو في رمضان ولا كده، ووجبة سريعة واختلاف وتغيير كمان. هنبتدي نعمل الجلاش بقى، احنا كده برضو معصجين اللحمة معروفة العصاج بتاعها ازاي وكده، معروفة يعني وكده. كوباية سمنة كده على النار، سمنة على زيت، انا هنا بحط سمنة على زيت عشان يبقى خفيف كده ومش يتعبنا. مسيحاهم في الطاسة على النار، وتبداي بقى تحطي الجلاش، لفة جلاش بقى. شوفي الصينية بتاعتك بتاخد كام وكده. انا هنا حطيت رقتين حلوين كده سلام، وعندي شويه من المتكسرين. لو انتي بصي الجلاش لو عندك ورقتين 3 تقدري، والباقي كله متكسر تقدري تستخدميهم، رقه تحت ورقه فوق خالص على الوش، تسيبيهم واحده سليمه كده للارضيه، وواحده تسيبيها للوش. تقدري تحطي كل الجلاش المتكسر. هتقولي مثلا عندي جلاش متكسر وبايت ومتبهدل وحاجات من دي وهارميه، لا اوعي ترميه. هنا هنستخدمه باحلى طريقه واحلى وصفه، وبيطلع معاكي اكنه سليم بالظبط. هنا حطينا اول رقتين سلام، وبعد كده المتكسر عندك تبداي بقى تحطي كل الورق المتكسر عندك كده في الحشوه اللي في النص كده، وتبداي تحطي عليهم اللحمه وتكملي متكسر برضو. وبعد كده بتسيبي الرقات اللي هي السليمه دي فوق خالص، بيطلع معاكي خطير وزي السليم بالظبط واحلى كمان. ما تقوليش بايظه وارميها، لا متكسره وارميها خلاص، لا احنا هنا بنعمل اي حاجه، بنصلح المتكسر ونعمله. دي الحاجة الوحيدة اللي تقدري تقولي مثلا ايه الحاجة المتكسرة نقدر نصلحها في الجلاش باللحمة، وصينية الجلاش تقدري تصلحي كل الجلاش المتكسر. دي الوصفة اللي هنقدر نعالج فيها المتكسر. بس عامة انا ما بحطش سمنة كتير في الجلاش، الا لو انا مثلا حتى لو ما حطيتش حاجة خالص اقدر احطه في اللبن والشوربة والحاجات اللي هحطها فيها، الخليط اللي هحطه فيه في الاخر. انا هنا بحط كل رقتين 3 بحط رش كده بسيطة بالفرشة زي ما انت شايفة. مش لازم اغرقه عشان الناس، احنا في الصيام والناس تقدر تاكله، مش يكون تقيل ولا حاجه. حطي طبقه لحمه محترمه، تقدري عامه تحطي في طبقه اللحمه دي معاها شويه جبنه كده بتسيح، لو انت حابه. دي خطوه اختياريه، لو انت مش حابه تقدري تستغني عنها. وبعد كده بتضيفي الرقات. انا هنا برضو المتكسر كله بحطه، بعد كده بحط الطبقه اللي هي السليم. مش عندك متكسر مش لازم، يعني لو عندك سليم ماشي، بس انا كان عندي شويه كده متبقيين، فقلت لازم اتخلص منهم، حطيتهم كده في الصينيه وطلعوا معانا مش قادره اقول لك.
تبداي تحط الخطوات كل رقتين 3 تحطي شويه سمنه كده ماده دهنيه. في الاخر بقى عامه بتضيفي لك معلقه ولا حاجه لو انت ما بتكتريش ولا حاجه، وبيطلع معاكي خفيف وزي الفل. ممكن عامه تعملوا تحطوا فيه سمنه بس صافي. انا هنا انا دايما بعمل الجلاش بالذات، الجلاش باللحمه لازم سمنه على زيت، بيطلع معاكي خفيف ومورق وبيبقى تحفه وجميل جدا. عامة انت لو حطيتي في الارضية تحت 8 رقات فوق زي تحت، وممكن عامة لو زودتي رقة تحت عادي خالص، الارضية بتكون اسمك وكده، فعادي هي فوق زي تحت في بسيط كده. بتدهني سمنة وبعد كده بتقطعيه بالسكينة. لازم عامة تقطعيه، لان انت لو دخلتيه النار ومش متقطع هيبقى صعب جدا عليكي وانت بتقطعيه. الجلاش لازم يتقطع قبل ما يخش النار وكده. هنا قطعناه بالسكينه. حابه تعمليه عامه، انا عملته قبل كده في فيديوهات قبل كده رول. الرول عامه لو في العزومات وكده بيدي معاكي يعني مثلا لو عندك افراد كتير الرولات بتوزع اكتر وكده. لو عندك اما القطع بتكون مثلا ما بتفرضش معاكي كتير، اما الرولات هي اللي بتنفع في اي عزومه ولا اي حاجه، فانصحك بالرولات كمان برضو. بتطلع وبتزود العدد وبتكون كتيره وبتفرق على ناس افراد كتير. انا هنا الخليط حطيت كوبايه لبن على كوبايه شوربه، بيضه كده وشويه فلفل اسود وسنه من الخل، بتشيل الزفاره وبيطلع معاكي تحفه. هي بمقدار الطبق اللي انتوا شايفينه كده، لبن على شوربه وشويه فلفل اسود وسنه من الخل عشان الزفاره وبيضه، وبتقلبيهم في بعض وبتحطيهم ويطلع معاكي. بتشغلي عليه بقى الشوايه في اخر ما تقدري تشغلي من تحت، وبعد كده تشغلي من فوق او تحطيه على الرف في النص فوق ومن تحت، بيطلع معاكي زي ما انت شايفاه كده مورق وتحفه وجميل. عامة لو انت عايزة تستغني عن خطوة اللبن تعمليه بشوربة بس صافي ماشي، تقدري تعمليه بلبن صافي، تقدري تعمليه بالاتنين، بس انا بحب الجلاش دايما بضيف عليه الشوربة مع اللبن، بيديكي قوام وبيديكي طعامة وطراوة في نفس الوقت مقرمش، بيكون معاكي تحفة. هنا أنا ببدأ بقى ايه الحاجات التخطيط اللي انا كنت مخططاه او اللي مقطعاه قبل كده، ببدأ اعيد عليه تاني عشان يطلع معاكي بكل سهولة. انا هبدأ بقى هجيب بقى قطعه وكده عشان أنا مستعجله والوقت قرب معايا كده والمغرب هيأذن وكده، فطلعته على القطاعه دي كمان يعني ايه بيبرد معاكي بسهوله. انا هوريكي من تحت زي من فوق، متحمر من فوق زي من تحت. الكاميرا كمان ظلمام، والرقات بتاعته من فوق زي من تحت. هو بصي تحفه. ده ملك العزومات او كينج العزومات على اي سفره، وفي رمضان وفي المناسبات كمان بيخليني اسيب اي حاجه واخش عليه كده هو